كبيرة برضو بشكل مستفز يعني ده اترعبت والله العظيم، ما تفهمش ايه الخرا اللي واقع ده. ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ لو انت الفتره دي عايز تشتري موبايل مش محدد انك تشتري ايفون، فانت نوعا ما في مأزق كده، لان في الايفون هم كلهم على بعضهم يعني 5 6 7 موديلات اللي ممكن تختار منهم. واخد بالك؟ ولو انت البادجت معاك مفتوحه شويه ممكن يبقى هو موديل او موديلين اللي انت بتختار منهم يعني. اما في حاله الاندرويد فانت عندك شركات كتيره جدا، بتاع تقريبا حوالي 92 شركه، كلهم بيقدموا موبايلات الى حد ما كويسه جدا جدا، وانت محتار في النص او انت متساب في النص كده مش عارف تعمل ايه. فخليني اقول لك ان النهارده موجود عشان احل لك الازمه دي خالص. وخلينا نبتدي بالتدريج كده، وهنبتدي من اول فئه اللي هي تحت ال 10000 جنيه. كلمتين كده سخاف لازم اقولهم لك بصراحه، ولكن ايه هتتقبلهم مني يعني قبل ما نبتدي الكلام في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. على طول حط قدامك على طول فكره السعر او الفئه اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في فئه تحت ال 10000 جنيه، يعني من كام سنه الفئه دي كانت تقريبا تحت ال 5000 جنيه او يمكن اقل شويه كمان. فعايزك على طول تحط قدامك عامل السعر ده قصادك، انك بتدفع رقم الى حد ما 10000 جنيه، رقم كان كبير زمان ولكن هو دلوقتي افضل حاجه، او ما دخلكش فيها بقى تبقى مستني فيها بقى فاهم حاجات زياده. انت هنا بتاخد البيزكس فقط، وعايزك كمان تشيل من دماغك 3 حاجات. اولا كل الموبايلات هنا الخامات بتاعتها بلاستيك، شيل من دماغك بقى ازاز ومعدن والكلام ده اكيد مش موجود هنا. ثانيا كل الموبايلات اللي هنا ما بتصورش 4K. ثالثا الكاميرات اللي هنا كاميرات متواضعه جدا جدا، بتقدم الوظيفه الاساسيه بتاعتها انها تلقط صوره فقط، ما فيش بقى فاهم حاجات التاتشات الزياده دي مش موجوده في الفئه دي خالص. وده شيء متقبل، وده شيء مش معناه ان الموبايلات اللي احنا بنتكلم عنها دي وحشه، بل معناه ان بس الدنيا بايظه يعني. وده شيء على فكره مش وحش خالص، بالعكس ده شيء منطقي جدا، لان الموبايلات دي زي ما بقول لك هي بس بتسيرف المين فانكشن، انها حد بتسال عليك بترد عليها، سوشيال ميديا ومكالمات فقط. في اي حاجه من ال3 حاجات اللي انا قلت لك تنساها من دول، اللي هم تصوير 4K والكاميرات الخرافيه والتصميم، مهمين جدا جدا لدرجه ان هم بريورتي بالنسبه لك. اقلب الفئه، ما عندكش اوبشن تاني غير انك تعلي البادجت شويه يعني فاهم. مفيش اوبشن تانية خالص حرفيا. انسى ان الموبايلات في الفئه السعريه دي توفر لك اي حاجه من الحاجات اللي انا من ال3 حاجات اللي انا لسه قايلهم لك دول. اولا سامسونج جالاكسي اي 16. الموبايل ده نقطه القوه بتاعته الكبيره هي الشاشه، لان الموبايل ده جايب واحده من انظف الشاشات اللي انا شفتها في حياتي حرفيا يعني. الموبايل ده سعره تحت 10000 جنيه، جايب شاشه موجوده او المفروض تبقى موجوده في موبايلات من اول 15 لغايه 20000 جنيه ويمكن اعلى من كده كمان، ودي حاجه غريبه جدا بصراحه بالنسبه لي يعني. الشاشه هنا جايه من نوع سوبر اموليد وبتردد 90 هرتز وبريزولوشن فول اتش دي بلس. بصراحه شاشه خزعبليه جدا جدا، ما عنديش كلمه حرفيا اقولها على الكواليتي بتاع الشاشه ولا على التردد العالي بتاعها. بالعكس انت بتشوف التردد ال 90 هرتز ده بتحس بفرق ما بينه وما بين الستاندرد اللي هو 60 هرتز، ولكن الحقيقه التعقيب اللي هنا مش على الفريكونسي خالص بتاع الشاشه، التعقيب اللي هنا على الديزاين السخيف جدا جدا بتاع الشاشه ده. الديزاين ده اسمه الووتر دروب او الفي نوتش. الديزاين ده كان نزل من 2020 مثلا او يمكن قبل كده كمان، كان سامسونج ساعتها بتنزله في الموبايلات والدنيا كانت تمام، فده كان زمان. دلوقتي بقى في 2025 انت عندك الهول بانش هو حاجه اساسيه. فكره ان انت تنزل موبايل في 2025 بشاشه بتصميم من 2019 2018 اي حاجه في الدنيا غير انها حاجه منطقيه فاهم قصدي. ولكن اللي ممكن يغفر لهم شويه هو ان الصراحه الشاشه جايه بنوع سوبر اموليد، واللي هي شاشه نظيفه جدا جدا وكواليتي فول اتش دي بلس، فماشي ممكن ده يتغاضى شويه او ممكن ده يغفر شويه موضوع الشاشه اللي تصميمها الغبي ده. بس ستيل برضو بصراحه بالنسبه لي ده يعني ديل بريكر زي ما بيقولوا كده. ما اقدرش بصراحه اتعامل مع موبايل الشاشه بتاعته بالمنظر ده. الموبايل جايب معالج من شركه ميديا تك، المعالج هيليو جي 99 مع 4 او 6 او 8 جيجا بايت من الرام و128 و256 جيجا بايت من الروم. بالنسبه للكاميرا زي ما قلت لك في اول الفيديو ما تتوقعش اداء خرافي، توقع هنا كاميرا عاديه خالص جايه بالبيزك فانكشن بتاعها انها بتاخد الصور وبتسيفها لك في الجاليري. انا بقول لك الكلام ده بس عشان ما تبقاش معلي سقف طموحاتك قوي وتتصدم، او مش هتتصدم يعني بلاش نقول تتصدم، تاخد حاجه مش اللي انت متوقعها، لان الكاميرات اللي هنا مش وحشه بس هي مش خرافيه فاهم قصدي. هي كاميرات عاديه خالص تمام، عشان بس ايه ما تتصدمش يعني. عندك هنا 3 كاميرات، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا وايد 5 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، وكاميرا اماميه 13 ميجا بكسل. وافتكر كل كلمه قلتها لك عن الكاميرات في الاول. وعندنا هنا بطاريه 5000 ملي امبير، والموبايل هنا بيدعم الشحن السريع بسرعه 25 واط، والراس الشاحن مش موجوده في العلبه. والشارجنج بريك او راس الشاحن بتبتدي من اول 1000 لغايه 1000 ونص، ده لو انت سامسونج. ممكن تروح لشركات تانية زي انكر مثلا والكلام ده بتبقى سعرها ارخص شويه. دلوقتي عيب الموبايل ايه من وجهه نظري؟ شكل الشاشه الغبي المستفز جدا جدا. الموبايل ده فعليا شكل شاشته مستفزه جدا جدا للعين، وبغض النظر عن شكل الفي دروب، التشن او الحته اللي هي البازل اللي تحت كبيره فشخ، تحس انك ممكن فاهم اكبر من حياتي حرفيا يعني. بغض مستفز يعني ده وبغض النظر عن شكل اترعبت والله العظيم، ما تفهمش ايه الخرا اللي واقع ده.
انا خايف والبتاعه دي كمان فصلت. One eternity later. الا ان التشن او اللور بازل بتاعت الموبايل كبيره فشخ، وشكلها بصراحه مش الطف حاجه بصراحه. يعني انا مش قادر اقول بصراحه انها تعدي او انها تمشي، لانها بصراحه شكلها مستفز جدا. وانا اشتريت الموبايل ده موجود معايا بصراحه، مش قادر اتقبل خالص فكره البازلز الكبيره اللي موجوده حوالين الموبايل. ممكن يعني نحاول نقول انها صعبه والله، بس ممكن يعني نحاول نقول انها ايه، اذواق يعني، عادي ممكن نختلف او نتفق عليها، فهنسكيب خالص موضوع البازلز. ولكنها برضو لسه ستيل حركه مش انضف حاجه يعني. حوار كمان راس الشاحن اللي انت مضطر تزود له 1000 جنيه او يمكن اكتر كمان في موبايل انت عارف انك انت منزله كفاءه اقتصاديه، حركه برضو مش الطف حاجه بصراحه يعني. الموبايل هيبقى مناسب جدا لو انت عايز تجيبه لوالدك او لوالدتك، الناس الكبيره اللي هم الحاجات دي بالنسبه لهم هي برايورتي، وفي نفس الوقت برضو هتبقى ضربت عصفورين بحجر، لان هم شكل الشاشه مش هيفرق معاهم قوي، لان الناس دي بتبقى عايزه حاجه عمليه برضو اكتر، مش هيفرق معاهم بقى شكل الشاشه اللي من غير حواف والكلام ده، فبالنسبه لهم هي تبقى تمام يعني. ولكن برضو مش متقبل خالص فكره الشاشه. ثانيا شاومي ريدمي نوت 14 4G. بص يا سيدي، عندك موبايل جاي بنفس المعالج اللي فوق بالظبط، يعني الهيليو جي 99، واللي هو برضه بيقدم اداء كويس جدا جدا على الفئه اللي هو فيه، مع 6 او 8 جيجا بايت من الرام و128 و256 جيجا بايت من الروم. بالنسبه للشاشه الحمد لله جايب تصميم عادي طبيعي كده زي اي موبايل نازل في 2025، معتمدين الهول بانش تمام، وريزولوشن فول اتش دي بلس. ولكن الشاشه اللي هنا اموليد مش سوبر اموليد، دي حاجه مش هتفرق اكيد طبعا قوي، ودي يعني مشاكل عالم اول زي ما بيقولوا كده. ولكن عامه لو هتتكلم يعني فهنا الشاشه اللي هنا كويسه يعني تمام. والشاشه اللي هنا جايه بتردد 120 هرتز. عندك كاميرا اماميه بريزولوشن 20 ميجا بكسل، وسته بثلاثي الكاميرات في الظهر بريزولوشن 108 ميجا بكسل، و2 ميجا بكسل وايد، و2 ميجا بكسل للبلور او اللي هي البوكا افكت يعني. وبرده هرجع افكرك بالكلام اللي قلته لك في اول الفيديو، توقعات تجربه كاميرات متواضعه جدا جدا يعني. ما يغركش ال 108 ميجا بكسل اللي انت لسه سامعها دي، لانك انت برده لسه بتتكلم في فئه متوسطه تحت ال 10000 جنيه. ف 108 ميجا بكسل ولكن برده ما تعليش سقف توقعاتك للتجربه الخزعبليه بتاعت الكاميرات. توقع كاميرات متواضعه او على الاقل بتأدي الفانكشن الاساسيه بتاعتها. البطاريه اللي هنا جايه بحجم 5500 ملي امبير، وراس شاحن 33 واط موجود معاك جوه العلبه. يعني شوف يا اخي الجمال والله، يعني حاجه تحفه. طيب ايه عيوب الموبايل؟ حاجات بسيطه يعني ايه، بس هنقولها وخلاص. اولا مفيش كاميرا وايد، زي ما قلت لك انت عندك 3 كاميرات، كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، وكاميرا بتاعت العزل او بتاعت البوكا افكت 2 ميجا بكسل. مفيش كاميرا وايد او مفيش كاميرا للتصوير الواسع. دي برضه زي ما بنقول نقدر نقول عليها مشاكل عالم صفر، مش مشاكل عالم اول بصراحه يعني. ولكن ده واحد من ضمن العيوب اللي موجوده فيه، هو ما فيهوش فعلا كاميرا وايد، ومعظم المنافسين اصلا في الفئه دي عندهم كاميرا وايد. تاني حاجه ان السنسور بتاع المكالمات والفويس نوتس على الواتساب لما تيجي تقرب الموبايل من ودنك المفروض الشاشه بتفصل وبيشغل الصوت من الاير بيس اللي هي السماعه الصغيره الموجوده فوق الكاميرا الاماميه. الحقيقه ان السنسور ده مش موجود اصلا في الموبايل ده، فكل الموبايل ده بيعمله انه بيستخدم السوفت وير مع الكاميرا الاماميه عشان يريبليكيت او يحاكي طريقه عمل السنسور ده. هي دي مش حاجه بشعه، ولكن ده برضه من ضمن العيوب يعني. طيب الموبايل ده ايه مميزاته او مناسب لمين يعني؟ طيب تقريبا هو نفس الاداء بتاع سامسونج، فنقدر نقول نفس الكلام اللي كنا قلناه على سامسونج نقدر نقول عليه. ونقدر نقول برضه ان احنا هنزود هنا في حته الكاميرات، ان الكاميرات هنا 108 ميجا بكسل بقى وحركات وبتاع. يعني لو حد عنده اهتمام اكتر بالكاميرات شويه عن الشاشه يعني يقدر يتوجه لهذا الموبايل، لانه جاي بكاميرا اساسيه اعلى من الكاميرا الاساسيه اللي جايه في السامسونج يعني. برضه هرجع اقول لك ما تتوقعش نتائج خزعبليه عشان ما يعني ما تبقاش مصدوم او فرحتك ما تضيعش بالموبايل. ريلمي سي 75. والحقيقه بصراحه ان الموبايل ده غريب جدا جدا بصراحه يعني، مش عشان في موبايل من شركه شاومي اسمه نفس الاسم تقريبا شاومي بوكو سي 75، ولا عشان الموبايل ده جاي بثلاث عدسات بس فعليا هي كاميرا واحده بس اللي شغاله في الظهر. لا لا لا، ولا اي حاجه من الكلام ده. هي ان الموبايل ده غريب عشان فيه مميزات او عشان هو متوجه للفئه تقريبا قليله جدا او تقريبا تكاد تكون معدومه يعني. هشرح لك اكتر. بص يا عم، الموبايل ده مبدئيا فيه مميزات مش موجوده في موبايلات فلاج شيبس زي الايفون 16 برو ماكس والسامسونج جالاكسي اس 25 الترا. في العادي الموبايلات لما بتنزل ووتر بروف، او الووتر بروفنج بتاع الموبايلات بينزل بتقييم اسمه الاي بي 68 او الاي بي 68. الموبايل ده بقى فيه تقييم انا متاكد او واثق بنسبه كبيره انك ما سمعتش عنه قبل كده، اسمه الاي بي 69 او الاي بي 69. ايه بقى الاي بي 69 ده؟ هو مقاومه ضد الميه السخنه والميه المغليه لسبب ما لا يعلمه الا الله وشركه ريلمي. ومش بس كده، كمان الموبايل جاي مقاوم للكسر والصدمات بنسبه كبيره، وليه تقييم عسكري او زي شهاده عسكريه كده ميليتري ستاندرد 810 اتش. ده يعني ده الستاندرد اللي هم على اساسه قيموا الموبايل عشان يبقى مقاوم للصدمات والكسر لسبب ما يعني. مفيش نقاش على ان فكره ان موبايلك يبقى مقاوم للصدمات والكسر، خصوصا لو انت شخص بتوع موبايلك كتير، مفيش نقاش على ان حاجه زي كده هي حاجه وجودها اكيد مش وحش، ولكن ان انا اخليها سيلينج بوينت
ده الغريب شويه في الموضوع يعني. انا بقى كمعالج عندك حركه غريبه جدا جدا بصراحه ومش مفهومه بالنسبه لي بصراحه. في بروسيسور عامه بيتعمل بيبقى ليه حاجه اسمها تكنولوجي. التكنولوجي دي ممكن تبقى 6 نانومتر، ممكن تبقى 4 نانومتر، ممكن تبقى 3 نانومتر. ده في البروسيسورز الجديده بتبقى من اول 6 لغايه 3 نانومتر زي الاي 18 والاي 18 برو بتوع ابل والسناب دراجون 8 جن 3 والكلام الجميل ده الكلام الجميل ده كله يعني. كل ما الرقم ده قل كل ما استهلاك البروسيسور للطاقه قل برضه، فبالتالي يبقى اكفأ في توفير الطاقه. زي ما بنشوف في البروسيسور بتاعت الفلاج شيبس كلها بتيجي 3 نانومتر زي ما انا لسه قايل لك. البروسيسور اللي موجود هنا 12 نانومتر، انا ما اعرفش اصلا جابوه منين يعني. المفروض البروسيسور دي انقرضت اساسا يعني، ولكن البروسيسور اللي هنا 12 نانومتر، فبالتالي استهلاكه للطاقه هيبقى جحش يعني، فاهم؟ هيستهلك طاقه بشكل مستفز طبعا. البطاريه اللي هنا بتساعد، هي 6000 ملي امبير، فستيل يعني حجمها كبير شويه، وفي نفس الوقت برضو الموبايل 45 واط وموصلين لك كرسي الشاحن جوه العلبه. كل الكلام ده جميل وكل حاجه، ولكن ستيل البروسيسور اللي هنا حرفيا هيبقى مفرمه للبطاريه. البروسيسور ده اسمه هيليو جي 92 ماكس. قالوا الهيليو جي 99، ما كان موجود اهو حلو زي الفل و6 نانومتر واموره زي الفل، وموجود اصلا في معظم المنافسين اللي موجودين في نفس الفئات دي على فكره يعني، فما اثرش في اي حاجه. الموبايل كمان جاي ب 8 جيجا بايت من الرام و128 و256 جيجا بايت من الروم. شاشه كويسه يعني الى حد ما الحمد لله. هي بس مشكلتها انها اي بي اس ال سي دي، ولكن هي لسه جايه بنفس الريزولوشن اللي هو فول اتش دي بلس. بالنسبه للكاميرات فانت عندك كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل، وزي ما قلت لك في الاول هي 3 عدسات، ولكن فعليا هي كاميرا واحده بس هي اللي شغاله، وبيقولوا ان الكاميرا الثانيه بتشتغل مساعده ليها. طبعا انا مش عارف ده يعني ايه، بس هي غالبا كاميرا واحده بس هي اللي شغاله. كاميرا اماميه بدقه 8 ميجا بكسل. وزي برضو ما اتكلمت عندك هنا بطاريه لحد ما كبيره شويه 6000 ملي امبير، لحد ما رقم كويس جدا، مع سرعه شحن 45 واط وراس الشاحن موجوده جوه العلبه. طيب مبدئيا خلينا اقول ان التضحيات اللي انت هتقدمها عشان تشتري الموبايل ده كتيره جدا جدا يعني. انت هتضحي بكاميرا، هتاخد كاميرا واحده، وهتضحي بشاشه، هتاخد شاشه اي بي اس ال سي دي، وهتضحي ببرفورمانس، هتاخد معالج قديم، وهتضحي بباور افشنسي، هتاخد معالج حرفيا جحش في استهلاكه للطاقه. كل الكلام ده قصاد ووتر بروفنج زياده، عشان لو الموبايل ده عليه شاي او نسكافيه او ميه سخنه او ايا كان ما يتاثرش. هي حاجه كويسه وكل حاجه، ولكن هي حاجه نادره جدا جدا يعني. انا طول حياتي عمر ما ده حصل في اي موبايل من الموبايلات اللي الناس استخدمتها يعني. ثانيا مقاومه الكسر والصدمات دي حاجه كويسه برضو زي ما اتكلمنا كل حاجه، ولكن انت بتارجت مين؟ فاهم؟ انت الفعل انت حاططها، انت متارجت ناس قليله قوي قوي، هي اللي هتضطر انها يعني، فاهم؟ هي اللي هتضطر انها تضحي التضحيات دي وتروح بقى للبروفنج ومقاومه الكسر والكلام الجميل ده كله. فانت مقاومه الكسر والصدمات هي حاجه او هي ميزه كويسه جدا جدا، ولكن لا تصلح انها تبقى سيلينج بوينت. فشيء طبيعي الناس اللي هتروح لك هتبقى قليله قوي ان ما كانوش منعدمين اصلا، فاهم؟ طيب ايه مميزات الموبايل او موبايل مناسب لمين؟ يعني هو الكلام ممكن يبقى قليل بس شويه بصراحه في الفئه دي، ولكن خلينا نقول ان الموبايل جاي الى حد ما ببروسيسور بيدي برفورمانس كويس. هو طبعا اضعف من بقيه المنافسين، ولكن هو مش ميت يعني، مش كحيان، لا هو اضعف بس شويه من بقيه المنافسين. وموبايل بيدي ووتر بروفنج برده، ودي حاجه هو موبايل الوحيد تقريبا في الفئه الاقتصاديه اللي بيدي ووتر بروفنج، وبيدي برضو الاي بي 69. هو الموبايل الوحيد في العالم تقريبا اللي معاه الاي بي 69 او ريتد اي بي 69 اللي هو يبقى مقاوم للميه السخنه والكلام ده كله. ممكن يكون مناسب لمين؟ ممكن يكون مناسب للناس اللي عندها اطفال مثلا بتوقع موبايلاتها، ممكن يكون مناسب للمهندسين مثلا او الناس اللي شغاله في مواقع اللي موبايلها ممكن يتعرض انه يقع في وقعات غير منطقيه او وقعات مش طبيعيه يعني، بحيث انه يقدر يستحمل. ممكن يبقى مناسب بصراحه لفئه معينه من الناس. انا من وجهه نظري الفئه دي قليله، وشايف ان انا احط ده از سيلينج بوينت حاجه مش هتودي لاي حته، فاهم قصدي؟ كده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وتعمل سبسكرايب في القناه، وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك اشعاره اول باول. وما تنساش كمان لو انت عندك اي حاجه عايز تقولها لي، اي سؤال عايز تساله لي، هتلاقي اللينك بتاع السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن، وهتلاقي الكومنت سيكشن برده موجود تحت الفيديو. اكتب لي اي كومنت او اسالني اي حاجه وهرد عليك على طول ان شاء الله. وشكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. Diane, are you there? Diane, I need you. Jack? Diane, thank God, Diane. Okay, Diane, you're gonna save me, right? I called you and you're coming to get me? Jack, why did you call me? I live in Chicago. I can't save you. You didn't pick up. Right. It went to voicemail. Yeah. And then I went back in the pool. It's too late. What's done is done. No. There's nothing I can do, Bojack. I'm not real. None of this is. So what do I do now? Bojack, it doesn't matter. Well, if it doesn't matter, can I stay on the phone with you at least? Okay. How was your day?